باذن الله اوعدك في الفيديو دوت ان بنسبه 100% حياتك هتتغير 180 درجه، مش بس دراسيا، لا كل حاجه، ولكن اللي طالبه منك ان انا هكلمك على طبيعتي. الفيديو مش هيكون فيه اي مونتاج، بس طالب منك 10 دقايق بالظبط من وقتك بحيث تغير حياتك. لو انت عاوز تغير حياتك كمل الفيديو دوت للاخر. لو انت خلاص بالنسبه لك الوقت مش مناسب او كده، خلاص اقفل الفيديو، بس ما ترجعش تقول بعد سنه يا ريتني كنت عملت كذا. اوعدك باذن الله زي ما اتفقنا ال10 دقايق دول هيغيروا حياتك بنسبه 180 درجه لو انت التزمت عليهم. طيب اول حاجه يا دكتور احكي لك قصه. كان معانا طالب فاشل دراسيا او متوسط دراسيا، ما كانش بيطلع من الاوائل، ما كانش ملتزم، كان بيلعب عادي، حياته ماشيه كده اللي هو زي الناس كلها ومعظم الناس. نفس الطالب دوت، القصه ديت واقعيه، واقول لك مين الشخص دوت دلوقتي او في اخر الفيديو. نفس الشخص دوت اتحول الى شخص الاول على المدرسه، اول محافظه اعداديه، اوائل جمهوريه ثانويه، امتيازات في الكليه، وبزنس مان ناجح جدا. اقول لك في الاخر مين الشخص دوت. ولكن ازاي نفس الشخص اتحول من ده لده؟ الفكره كلها او كلمه السر كلها الوقت. انا عارف ان انت سمعت فيديوز كتير عن تنظيم الوقت ومش عارف اعمل وسوي وانت تقدر وانت تستطيع والحاجات دي كلها. انا مش هقدم لك المحتوى دوت، انا هقدم لك الحاجه اللي نفعت مع الشخص دوت واللي غيرت حياته 180 درجه. طيب انا هطلب منك طلب صغير، عاوز من وقتك 10 دقايق زي ما اتفقنا، بس هتعمل زي ما اقول لك بالتفصيل، يعني اي حاجه اقول لك اعملها اعملها، واوعدك بعد الفيديو دوت لو انت التزمت فعلا بالكلام اللي هنقوله 100% حياتك هتتغير 180 درجه. طيب اولا يا دكتور عاوزك تتخيل السيناريو دوت. قبل ما تتخيل السيناريو عاوزك تجيب ورقه وقلم. لو انت نايم بنسبه كبيره مش هتكمل الفيديو، فعشان كده عاوزك تفوق وتقعد وتجيب ورقه وقلم، معلش وشغل النور وهات ورقه وقلم. جبت الورقه والقلم، كمل معايا الفيديو دوت. باذن الله لو انت كملته الاخر هنوصل للنتيجه اللي احنا عاوزينها، اللي هي ايه؟ شخص منضبط، شخص ملتزم، بيحقق هدفه ايا كان ايه. انا عاوز ادخل كليه كويسه، عاوز اكون شاطر كبزنس. طيب تخيل معايا كده في مكتبتين، مكتبه يمين ومكتبه شمال. المكتبه اليمين، المكتبه طبعا فيها كتب فيزياء، احياء، كيمياء، طب، علوم انسانيه، فلسفه، علم نفس، لغات، عربي، انجلش، فرنش. مكتبه منظمه، يعني الاحياء لوحده، الكيمياء لوحدها، الفيزياء لوحدها، وهكذا. ومترتبه حسب الحروف، كتب الحرف الاي موجوده كلها مع بعض، اللي بحرف البي كلها مع بعض، وهكذا. فرصه ان انت تلاقي اللي انت عاوزه في المكتبه دي كبيره جدا، وان انت توصل المعلومه اللي انت عاوزها كبيره جدا. طيب الناحيه الثانيه، مكتبه ناحيه الشمال، كل الكتب داخله في بعضها، كل حاجه سايحه في بعضها، مش عارف توصل للكتاب اللي انت عاوزه، مش عارف توصل للمعلومه اللي انت عاوزها. نفس الفكره بالظبط، الدماغ شغاله بالطريقه دي. لو انت دخلت لها انبوتس او مدخلات حلوه مترتبه متنظمه هتديك اوتبوتس متنظمه او مترتبه، يبقى الدماغ شغاله بالطريقه دي. عشان كده بنقول لازم ننظم وقتنا. طيب تخيل معايا القلم اللي معايا دوت، انا متعود ان انا بحطه والله جنبي، دايما بحطه جنبي على المكتب. قلم التابلت بحطه جنبي على المكتب، مجرد ما انسى مكان القلم انا عارف ان هو خلاص جنبي، فامسكه من مكانه، خلاص الموضوع سهل. نفس القلم دوت لو انا بحطه في اي مكان، مره على السرير، مره بره في الصالون، مره في المكتب، مره في اي حاجه، المهم ان انا برميه في اي مكان. لو نسيت مكان القلم مش هعرف ان انا افتكر مكانه، مش هعرف ان انا اوصل. المعلومه نفس الفكره بالظبط، لو انت مدخل المعلومه منظمه هتلاقي ان المعلومه بتطلع منظمه. فعشان كده بنقول ايه، الامتحان دوت فيه فيزياء اكتر، عشان انا اركز على الفيزياء في الامتحان، ان انا اطلع بالمعلومه في الامتحان، اقدر افتكر المعلومه في الامتحان. هل ينفع كل شويه انتقل بين الاحياء، الكيمياء، الفيزياء، الانجليزي وهكذا؟ والموبايل كمان جنبي، احد المشتتات العظمى، طبق الاكل جنبي، واخواتي الصغيرين بيلعبوا. انت هتيجي في الامتحان هتفتكر كلمه من العربي، على كلمه من الفيزياء، على كلمه من الانجليزي، على اخوك اللي كان بيضايقك، على الموبايل الريلز اللي انت شفتها، الحاجات دي كلها. هيبقى صعب جدا ان انت تطلع بالمعلومه اللي انت عاوزها. ليه يا دكتور؟ لان المعلومه دخلت اصلا ايه، الانبوت نفسه وحش فطلع لك اوتبوت وحش. يبقى دي الفكره كلها في تنظيم الوقت. طيب ايه اسباب عدم تنظيم الوقت؟ كل الثقافات وكل الاديان قال لك الوقت دوت رقم واحد. في مثل انجليزي اسمه تايم از ماني، في الدين الاسلامي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا بخمس او خمسا قبل خمس. قال لك منهم ايه؟ فراغك قبل شغلك، ماشي، شبابك قبل هرمك. كل حاجه بتدور حوالين الوقت اللي هو عمله ايه، كل العصور. طيب ايه اسباب ان انت مش عارف تنظم وقتك؟ انا متاكد ان كل اللي قدامي فعلا هو يقدر يطلع حاجه كويسه من نفسه، وانت بالليل لما تيجي تنام بتقول نفسك دايما نفس الكلمه بالظبط، انا والله كنت اقدر اعمل كذا بس خذلت نفسي، بس دماغي هي اللي خذلتني، بس انا عندي القدرات وعندي الامكانيات وعارف ان انا فعلا اقدر اعمل اكتر من كده. كم مره يعني سالنا نفسنا نفس السؤال دوت؟ كلنا سالنا نفسنا السؤال دوت. انا فعلا كنت اقدر اعمل اكتر من كده بس نفسي خذلتني. المشكله فين؟ مش عارفها بصراحه. هل هو ضعف اراده، ضعف علم؟ مش عارف، بس انا فعلا انا متاكد ان انتوا كلكم عندكم نفس المشكله او فكرتوا في نفس الفكره. انا والله كنت اقدر ابطل سجاير، يعني كان فاضل ايه، تكه، كنت والله اقدر اطلع الاول بس ايه فاضل تكه، كان في حاجه ممكن تتظبط، كنت اقدر احقق مكاسب كبيره في البيزنس بتاعي بس كان ايه فاضل تكه. فاحنا عاوزين نوصل للتكه دي. الفيديو مناسب لكل الناس. طيب يا دكتور بكل بساطه ايه هي اسباب عدم تنظيم الوقت او ان انا مش مالك وقت؟ السبب رقم واحد التسويف. التسويف دوت هو العدو الاعظم للناس كلها. اي حد ناجح في الدنيا عدوه الوحيد التسويف. اقول لك قصه صغيره، انا بحب القصص وعارف ان انت بتحب القصص. دلوقتي واحنا قاعدين نصور الفيديو دوت حصل مشكله كبيره في الفيديو، حصل مشكله كبيره. ليه ايه؟ قاعدين بقالنا 4 ساعات بنظبط في الكاميرا، بس بنظبط في الكاميرا. امبارح واحنا بنعمل بروفا الفيديو الكاميرا كان كويسه وكل حاجه مظبطه في ثانيه. دلوقتي قاعد بقالي 4 ساعات بنظم في الكاميرا، بظبط في الكاميرا. طيب لو اي حد عادي كان ممكن يقول لك خلاص والله انا تعبت، اصور الفيديو بكره، انا خلاص كده عملت اللي عليا النهارده وخلاص ويلم الليله. الشخص الناجح مش بيستسلم للظرف اللي حصل، بيتعامل مع كل حاجه قدامه. انت قدامك والله حاجه تعامل، هي دي فكره الحياه. انت مش في جنه. التسويف ان انا والله النهارده عيان شويه فخلاص قالوا مش هذاكر، قالوا مش هعمل كذا، قالوا هاجل الموضوع لبكره. طيب خلاص التزمت بالجدول بتاعي يوم او 2 او 3، جيت رابع يوم، طيب ما تيجي كده ايه ناخد اجازه، ناخد بريك، مش هعمل حاجه اليوم ده. طيب 5 يوم، معلش كمان يوم. طيب 6 يوم، نذاكر شويه ونلعب شويه. طيب 7 يوم، النظام اللي احنا كنا فيه خلاص النظام دوت انهار تماما. ليه؟ لان التسويف دوت هو المشكله اللي هتوصلك للمرحله دي. حتى في كده مثل في البيزنس اظن في الشغل عموما اسمه بايس فور اكشن. البايس فور اكشن دوت ان انا بغض النظر اخد قرار ايه، بس اي قرار هاخده لازم هيكون فيه شغل. انا والله محتار اعمل كذا ولا كذا ولا كذا، هعمل ايه مش عارف، بس المهم ان انا اشتغل. طلع غلط اصلحه، بس هشتغل اعمل حاجه معينه. خد اي قرار باستثناء ان انت تسوف او انت ما تعملش حاجه خالص او انت تقول اخد اجازه. اوعى تقع في الفخ دوت. صدقني الفكره دي هتغير حياتك. لو انت عالجت مشكله التسويف بس حياتك كلها تتغير 180 درجه. شهر، شهرين، 3، 4، 5، بعد سنه، لان دوت النسبه الطبيعيه، هتقول لي دوت فعلا غير حياتي. عدوك الوحيد التسويف. كلنا عندنا ظروف، انا مش بقول لك ان انا مولود والله بوي معلم من ده، انا عانيت الامرين لحد ما انا قعدت بكلمك دلوقتي. فبقول لك نصيحه من اخوك كبير، انا فعلا اخوك كبير، او لو انت اكبر مني وانا اخوك صغير بقول لك نصيحه. طيب خد 5 ثواني مع نفسك كده وقول انا فعلا بسوف ولا مش بسوف.
معظمنا بنسوي، ولكن الفكره ان انت هتتعامل بعد كده بالشكل اللي هنقول. رقم 2 من اسباب عدم تنظيم الوقت او اسباب ضياع الوقت التشتت. حتى خد بالك في تشتت ايجابي وفي تشتت سلبي برضه، الاثنين وحشين. تشتت سلبي ان انا سايب المذاكره او الشغل اللي هعمله وقاعد ماسك الموبايل، بسمع ريلز، بلعب، بعمل حاجه مش مهمه، بمسح اطباق، يعني بهرب من المسؤوليه بتاعتي بالاطباق، بمسح الاوضه، برتب السرير، اللي هو بقنع نفسي، بعمل لنفسي ارضاء داخلي ان انا والله عملت حاجه، فمش مهم الحاجه الكبيره اللي عليا. انت عارف انت وظيفتك تذاكر، وظيفتك تعمل كذا، وظيفتك تتمرن عشان السباق اللي عندك او عشان التمرين اللي عندك، وظيفتك انت تشتغل كويس عشان تصرف على اهل بيتك. عارف انت عندك وظيفه مهمه بس انت بتهرب منها بالحاجات الصغيره وبتعمل لنفسك ارضاء داخلي. يبقى اسباب التشتت ايه؟ الموبايل مثلا، الكتب اللي مالهاش لازمه مثلا، لان في محتوى برضه مفيد بس بصرف استهلاك وملوش لازمه. الاطفال مثلا اللي حواليك اللي بيلعبوا حواليك وانت قاعد بتعمل شغل، انت وانت قاعد بتكلم زميلك طول النهار. الجيم لما بيزيد عن حده، هو الجيم يا جماعه ساعه، من ساعه لساعه ونص بس في اليوم. لو ضيعت اكتر من كده يبقى انت بتستعبط، بتهرب من مسؤوليتك بان انت ايه، بتروح وبترفع حديد، بترفع وزن، اللي هو يا انا جامد. خد بالك الجيم مفيد ولكن له حدود. يبقى انا دلوقتي دخلت جوه اعماق كل واحد وبحلل لك الموضوع نفسيا. ده كله انا مريت بيه، فاللي بيمر بحاجه بيكون فاهم هو بيقول ايه كويس، كل اللي بيسمعني مر بحاجه من الحاجات دي. يبقى رقم 2 موضوع التشتت. رقم 3 عدم وضوح الهدف، ان انا والله مش عندي هدف معين. زي ايه؟ لما اقول لك ان انا هجيب سنايبر قناص، القناص دوت هو هدفه ينشل على غزاله، فخلاص انت قلت له نشل على غزاله لونها احمر، فخلاص ينشل عليه ايه هيجيبها. طيب لو نفس السنايبر دوت جبت له 20 غزاله وقلت له نشل على اي واحده، هل هيكون بنفس التركيز بنفس المينتاليتي لما كان هو مركز على حاجه واحده؟ لا، الدقه بتاعته هتقل. انت نفس الفكره بالظبط. انا عارف ان انت عاوز تعمل حاجه حلوه، تكون ناجح دينيا وعلميا واخلاقيا وتبني جسم كويس وتاكل كويس، بس الفكره كلها عدم وضوح الهدف. ما ينفعش ابقى هدف ادخل مثلا طب وهندسه في نفس الوقت، لا، انا هدفي ادخل طب فمركز في الطب، هدفي ادخل هندسه فمركز في الهندسه في الماس. فموضوع عدم وضوح الهدف دوت مشكله كبيره عندنا كلنا. تقدر توصل لمستوى كويس في كل حاجه، ولكن لازم تركز على حاجه معينه تجيب فيها اخرك. انا بقول لك الكلام ده عن تجربه، اسمع مني اشتري مني. لو عاوز تتغير بجد، لو مش عاوز تتغير بجد خلاص في الفيديو، وانا كده كده بالنسبه لي عادي. انا بكلم اخواتي الصغيرين اللي عاوزين يتغيروا. انت شخص كويس وانت عندك امكانيات وعندك مجهود تقدر تعمله وعندك قدرات عقليه، زميلك دوت مش احسن منك. مش بتقول لنفسك دايما كده، عاوز بس ركز في حاجه واحده، عاوز قدامي حاجه اعملها. انا مثلا ايه، كنت كريتور، مدرس، طالب طب، فخلاص هدفي المذاكره، بعد كده التدريس، التدريس ده بيخدم على المذاكره، الكونتنت كريشن برضه بشتغله لان انا بحب الحاجه دي، بحب اكلم الناس، اخدم هدف فخلاص. رابع حاجه في ضياع الوقت ان انت مش بتستعين بربنا. الكلام ده مش كليشيه، ممكن تبقى انت ايه، مش بتضيع وقت، ما عندكش مشتتات، ما فيش اي حاجه معطلاك من الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. مشكلتك الوحيده ان انت مثلا مش بتصلي، عندك حاجه صغيره كده في حياتك مبوظه حياتك، ما وصلتش لهدفي بسبب ايه، حاجه صغيره انا عملتها. فيبقى لو انا عاوز اوصل فعلا لحاجه محترمه لازم اهتم برضه بعلاقتي مع ربنا. يبقى دي اسباب ضياع الوقت. طيب دلوقتي بقى عاوزين نحل المشكله ديت ونوصل للنسخه الكامله من نفسنا، افضل نسخه من نفسنا اللي احنا كنا بندور عليها. كنت بقول لك في الاول ان في شخص كان ضايع خالص على الله حكايته، وفي الاخر بقى منظم، طلع الاول على المدرسه، اول جمهوريه ثانويه، ممتاز جدا في الكليه، عنده بيزنس خاص بيه، بيدرس. منين الشخص دوت بقى هو الشخص دوت؟ الكلام دوت واقعي. اول حاجه فرقت مع الشخص دوت واحسبه عند الله من الصادقين، واقول لك ومن في الاخر ان رقم واحد بالنسبه له لازم يكون عنده جدول، تو دو ليست، جدول يومي. طيب الجدول اليومي مش اي جدول وخلاص، لان معظمنا بيفشل في الجداول التقليديه. لا، الجدول اليومي ليه خصائص معينه. اولا ان هو يكون متدرج. انا اقصى حاجه عارف ان انا اقدر اذاكرها 4 ساعات، اياك ثم اياك تقول هذاكر النهارده 6 ساعات او 7 ساعات. هتلتزم يوم واثنين وحتى 3، هتفصل بعدها ترجع لنفس الشخص تاني او اسوء. تدريج يعني انا باخد كل حاجه بالراحه خالص، بسيس نفسي كده. النهارده 4، الاسبوع دوت اكمل في الاربعه، الاسبوع اللي بعديه بس برجوله بقى ذاكر 4 ساعات ونص، اللي بعديه يبقى 5 ساعات، اللي بعديه يا دكتور بقى 5 ساعات ونص، اللي بعديه بقى 6 ساعات. خلال شهر بدل ما انت بتذاكر 4 ساعات بقيت بتذاكر 6 ساعات. الشهر اللي بعديه هزود برضو كل اسبوع ايه، نص ساعه نص ساعه نص ساعه نص ساعه نص ساعه، بقيت بذاكر الشهر اللي بعديه 8 ساعات، طيب اللي بعديه 10 ساعات. خد بالك احنا كده بقينا في مكان تاني خالص. من 3 شهور يا دكتور كنت بتذاكر 4 ساعات، بعد 3 شهور بالظبط بقيت بتذاكر 10 ساعات لو انت التزمت بكل كلمه بقولها. خد الهدف بالتدريج. طيب انا واحد بسهر بس عاوز اتغير خلاص، وشايف ان انا لو صحيت بدري هحقق هدفي. عاوز اصحى الفجر. واحد بينام الساعه 12 بالليل وعاوز يصحى الفجر، بيقول هصحى الفجر تاني يوم وخلاص والتزم. الكلام دوت ما يصحش، مش هتعرف. اقول لك هتلتزم يوم واثنين وخلاص، مش هتقدر بقى تكمل بعد كده. ازاي اكمل؟ انام الساعه 12 بكره، هنام الساعه 11 ونص، بعده هنام الساعه 11، بعده هنام الساعه 10 ونص، بعده هنام الساعه 10، واحده في الثانيه هتلاقي نفسك بتنام بعد العشاء على طول والدنيا ظابطه معاك. يبقى الهدف بتاعك تاخده بالتدريج. اي هدف في الدنيا، الانجليزي، اللغه، ما تقولش هذاكر النهارده انجلش ساعتين او 3 ساعات وانت اصلا ما بتفتحش كتاب انجلش بقالك 20 سنه. لا، خدها بالراحه، حتى لو ربع ساعه في اليوم، ربع ساعه ديت انا محافظ عليها، مكمل فيها. الربع ساعه ديت هي اللي تهمني في اليوم كله. واخد بالك ازاي؟ طيب ده لازم يا دكتور خلي عدد الاهداف صغير. النهارده مثلا من 6 ل 9 الصبح هعمل كذا، من 9 ل 12 الصبح هعمل كذا، من 12 ل 3 الظهر هعمل كذا، من 3 ل 6 هعمل كذا. بس 4 اهداف وخلاص. انا بقول لك مجرد مثال، وهتحط لي هايلايت على الكلام المهم. حاجتين بس مهمين في اليوم والباقي كله ممكن او ممكن. يبقى لازم تعمل هايلايت على الكلام المهم. مش ضروري ان انا ابدا بالحاجه الصعبه، لازم ابدا بالحاجه الصعبه او الحاجه اللي هي فعلا محتاجه مجهود كبير. في ناس بتقول لك هتبدا بالحاجه السهله، مع الوقت بعد كده في اليوم، في نص اليوم على ما تسخن شويه مفكر ان هو داخل ماتش كوره، هتبدا بالحاجه الصعبه. كم مره قلت ابدا بالسهل وعملت السهل فعلا، وجيت على الصعب ما عملتوش كتير. معظمنا واقع في الخطا ده كتير. يبقى الحل يا دكتور ان انا ابدا بالحاجه الصعبه. حتى في كتاب اسمه ايت ذا فورجر فروج فيرست، ابدا بالضفدعه الكبيره الاول. اهم حاجه في التو دو ليست بتاعتك ان انت تبدا بالحاجه الصعبه او الحاجه الكبيره. طيب حاجه كمان، لازم يا دكتور اكون مقتنع ان بالنسبه لي التو دو ليست مجرد حاجه منظمه. حققت 80 او 90% منها خلاص انا اوكي، كبدايه حلو جدا. مش لازم اخلصها كلها، ايوه مش لازم تخلصها كلها. اليوم اللي بعد مفيش مشكله، يكفي ان انت تحقق 80 او 90% من غير ما يجيلك احباط. كم مره قلت لنفسك هجيب والله 97% في الامتحان اللي عليه الدور او 98% وجبت 93%؟ هل من حقك تزعل؟ لا. ليه؟ انا حققت هدف كبير اصلا. ال 93 في حد ذاتها حاجه كبيره جدا جدا جدا. ان انا احط لنفسي هدف كبير ده حاجه حلوه. الحاجه الخامسه، التو دو ليست يا دكتور اللي لازم تعملها بالليل. ما تصحاش الصبح تفكر انا هعمل ايه، لان ساعتها قراراتك هتتاثر عاطفيا. اسباب كتير تقول والله النهارده انا عاوز اريح فايه، فاحط هدف سهل. النهارده انا هخرج فاحط هدف سهل. النهارده انا مش عارف حد جاي لي فاحط هدف سهل. لا،
حط هدفك من بالليل انا هعمل كذا، اي مؤثرات خارجيه تاثر عليا مش مشكله، هنتعامل معاها على قد ما نقدر، بس انا حاطط هدف من بالليل فاحاول التزم بهدفي على قد ما اقدر. ده كده بالنسبه لاول حاجه اللي هي ايه، تو دو ليست او الجدول اليومي. رقم 2 البيئه المناسبه. كنا بنتكلم قبل كده ان في مشتتات، المره دي بقى عاوزين نعمل العكس. لو انا بذاكر في مكان دوشه اتصرف واذاكر في مكان هدوء. لو انا بحب الهدوء وبعرف اذاكر في الهدوء. ما تقوليش يا دكتور مفيش مكان هادي، اكيد فيه، بس انت ما جربتش تدور. حتى لو هتذاكر على السطح بتاع بيتكم، حتى لو هتنزل الشارع تشوف مكان هادي وتذاكر فيه، حتى لو هتروح مكتبه بعيد عنك شويه بس هتذاكر فيها كويس وهتحصل كويس. طيب لو البيت هادي خلاص انت ذاكر في البيت هادي زي ما انت. عندك اخوات ممكن يبقوا هم في اوضه وانت في اوضه، طيب ما فيش اي امكانيه ثانيه زي ما قلت لك كده انزل. حتى بص لو على راس الغيط بقول لك بالبلدي خالص، انا الناس كلها بتسمعني مش بخاطب حد معين، لا انا بخاطب الناس كلها. لو عندك غيط انزل وذاكر فيه. فهو زي ما بقول لك كده هتذاكر في اي مكان، هتخلي الناس اللي حواليك ناس ايجابيه. يبقى الحاجه اللي انت المفروض تتوقعها بديهي ان انت ايه تقطع علاقتك بالناس السلبيه. يلا هسالك سؤال بعد برضه لحد 5 وشوف كلامي صح ولا غلط. كم مره انت قلت هتتغير وهتوصل لحاجه افضل في حياتك ومودك هيكون كويس وصحتك النفسيه هتكون كويسه، وجاي واحد صاحبك بوظ الموضوع ده كله؟ كتير طبعا، صح؟ كتير. اول حاجه واصعب حاجه هتلغي لي الناس السيئه دي من حياتك. صاحبك اللي بيعزم عليك بالسيجاره دوت هتلغيه من حياتك. عاوز يلتزم زيك كنبه، مش عاوز خلاص اوكي، انت في حالك وانا في حالي. طيب بعد كده لازم يكون مكتبك منظم، قدامك الكتب اللي انت بتذاكرها بس، الماده اللي انت بتذاكرها بس، خد بالك مش كذا ماده، لا هي الماده اللي انت بتذاكرها بس. الموبايل يا تفصله تماما يا تحطه في اوضه ثانيه، مره في الثانيه هتتعب شويه ذهنيا هتلاقي دماغك بتاكلك شويه، بس مره في الثانيه في الثالثه لما تفصله خلاص انا ايه اتعودت ان انا بذاكر من غيره. انا عارف ان دماغك هتتعبك في الاول لكن لما تلتزم هتشوف نتيجه كويسه. الاضاءه كويسه عشان ضعف النظر او النضاره الغير اللي مش على المقاسات، او لو انت مش بتلبس نضاره النظر الضعيف ده كله بيأثر على تركيزك وبيجي لك صداع في نص اليوم. اكيد كلنا مرينا بالموضوع ده. الافirmations او الكونفirmations، حاجه اسمها التوكيد الايجابي. هحاول اشرحها للناس اللي مش فاهمه قوي. بكل بساطه التفكير بشكل ايجابي مع النفس، مش مع الناس، لا انا دلوقتي بكلمك عن نفسك انت. المشكله عندك انت. بقف قدام المرايه باكد لنفسي ان انا فعلا اقدر اعمل الحاجه دي. انا والله حد كويس، محتاج ان انا ادوس على نفسي شويه، محتاج ان انا احب نفسي اكتر، محتاج ان انا اتقبل نفسي اكتر، واقعد اقول لنفسي كده 5 مرات قدام المرايه انا والله اقدر، انا والله حد كويس، انا والله هلتزم. الحاجات ديت بتفرق 180 درجه. ده حاجه عندنا في الدين ممكن نقول ايه اللي هي حسن ظن بالله، ان انا فعلا اقدر اعمل الحاجه ديت وان انا واثق في ربنا. عند الاجانب مسمينها الافirmations او ايه التوكيد الايجابي. فايا كان طريقتك المهم ايه تاكد لنفسك دايما ان انت تستحق الافضل. يو ديزيرف بيتر، تستحق ان انت يكون في حياتك ناس افضل. الناس المؤذيه تستحق ان هم يطلعوا من حياتك، تستحق ان انت تحقق هدفك. كلم نفسك بس داخليا كده او تامل مع نفسك وقول والله انا اقدر، انا الموضوع بالنسبه لي سهل بس محتاج احسن كذا. لازم تكلم نفسك دايما، ما ينفعش تقول لنفسك دايما الناس كلها اذكى مني وانا اللي غبي. لو قلت لنفسك انا غبي هتبقى غبي فعلا. لو قلت لنفسك انا حد كويس هتبقى حد كويس فعلا. الجزء اللي بعد كده لازم اهتم بالجانب النفسي. هشتغل واجيب اخري بس لازم ادي لنفسي راحه. اشتغلت النهارده 8 ساعات ريح ساعتين، اشتغلت 10 ساعات ريح 4، ايه المشكله؟ ان لنفسك عليك حق، لازم تريح دماغك بعد الشغل. طيب اخيرا الشخص اللي انا كنت بكلمكم عنه هو فعلا انا كنت بكلمكم عن قصه حياتي. باذن الله كل فيديو الفتره الجايه هيكون فعلا بيخاطب ناس معينه وهيفرق فعلا مع ناس معينه. انا ما كنتش الحد اللي عنده امكانيات خارقه، اشتغلت على المتاح ليا وربنا اكرمني. انت كطالب ثانوي ما تقولش امتحانات صعبه انا والله مش هقدر، فانت كل الموضوع هتغير اللي هنا، هتغير طريقه تفكير اللي هنا. ما تقولش ابدا ان زميلي دوت احسن مني، تقدر تكون زيه، ولكن كلمه السر الوحيده ان انت تثق في نفسك وتمشي على الخطوات اللي احنا قلناها. اخيرا وليس اخرا ما تنساش تصلي على سيدك النبي. يبقى مش عاوزك ابدا انت تعيش دور الضحيه، انتوا كلكم تقدروا.